السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوبري اللواء عبد السلام المحجوب، تم تركيب الحاجز اهو الناحية دي والناحية التانية. هنشوفوا لغاية فين شغالين، وهو شغالين فوق دلوقتي على عمل الفواصل اللي بين الكمر. ادي المنظر العام اهو. الناحية التانية شغالين في تركيب الحديد، والناحية دي حطوا كل الجيرسيز الفواصل البلوكات دي ولسه هيركبوا عليها الحديد. هو كده تقريبا خلص المعجون اللي كان بيتعمل، والأرضية اهي شغالين فيها. طبعا كل ده هيتنضف وكده لما يخلصوا، يعني ده حاجة. المنظر ده يعني في فترة الشغل يعني مهواش نهائي. أنا شايف شغالين الناحية دي في الجزيرة اهي. طبعا كنا قلنا قبل كده ان طبعا لازم الجزيرة دي تتعدل ويعاد تخطيطها، فبدأوا يشيلوا جزء منها اهي ويحملوه على عربيات النقل. هنا شالوا كل حاجة في الجزء ده من الجزيرة وخلصوه وشالوه. وشغالين على الناحية التانية دلوقتي اهو. طبعا هتوسع المدخل ده والمخرج الناحية التانية، ففي لسه شغل في المنطقة دي. هنا الأرضية برضه اتعملت خرسانة اهي عشان يتحط عليها الانترلوك وبقية الشغل اللي اتعمل على الأرض. عايزين بس نبص نشوفوا بيعملوا ايه على الكوبري فوق. الوصلات اللي هي الثيرمال جوينتس اللي هو بيسموها وصلات حرارية، دي بتتعمل. طبعا في انواع كتير من الوصلات دي، لكن هي النوع ده هيتركب هنا في الكوبري ده، كوبري
اللي وقع في سلام المحجوب. ف زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، المرة اللي فاتت من حوالي 10 أيام ولا أسبوع، إنهم هيقفلوا حارتين. حتى ما كناش لحقنا قلناهم، كان نزل الخبر على النت من المحافظة بعد ما خلصت الفيديو قبل ما انشره، فرحت كاتب قفل أو إغلاق الحارتين من الكوبري لما جيت أنشر الفيديو. طبعا عشان ما يعطلوش الحركة على الكوبري، لأنه أصبح بالرغم إنه لسه لم يفتتح رسميا يعني، ولكنه أصبح أساسي دلوقتي. الناس ما تقدرش تمشي من غيره، لأن لو هيمشي في الطريق الخدمي ده هتبقى زحمة جدا يعني. فهو دلوقتي احنا عايزين بس نبص فوق نشوفوا ايه اللي بيحصل. معلش يا جماعة، الجو حر جدا والواحد ريقه ناشف، والجو فعلا حر. ادي الحارتين اللي قافلينهم. وشغالين فوق على موضوع الفواصل. باينة من هنا أكتر إيه الحارتين اللي مقفول عليهم. عايزين نبص بس نشوفوا الشواطئ أخبارها إيه بالمرة. فيعني إيه، ننقله بس الناحية التانية في أول فرصة.